صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا هانيين ومتهنيين وبصحة جيدة انتم واحبابكم. يا رب. شوفوا البنات، اليوم جبت لكم مطلوع. قاعد قرب رمضان، قلت ندير لكم الوصفة هذه بالك تعجبكم وتعتمدوها. وهي صدقوني حباباتي وصفة خفيفة ظريفة. توجديها في أقل من ساعة، يكون مطلوع تاعك واجد تحضريه في بيتك احسن ما تشريه من المحلات. احنا دايما نديروا الكسرة هذيك تاع الخميره تاع السميد ولا نتاع الرخساس. مي اليوم قلت نبدل شويه ونجرب معاكم ولا ندير معاكم هذا المطلوع، وصدقوني جاء ولا اروع. وراكم تشوفوا فيه خواتاتي في الفيديو كيفاه جا خفيف وهشيش وبنين يهبل يهبل، وفي نفس الوقت ما فيهش مقادير بزاف. يعني في رمش عين تقدري توجدي لولادك هذا المطلوع وديريه مع وجبة خفيفة كما درت انا اليوم حباباتي قلت نديرو مع الحميص والقراطة، وهذا هما الاطباق تاعي اللي درتهم وجاو بنان وخفاف على الكيف. شوفوا حباباتي، نبداو نروحوا مباشرة الى المقادير واش درنا في المطلوع تاعنا تاع اليوم، وصدقوني النتيجة راح تخرج لكم هايلة. عندي 4 كيسان هنا تاع الفارينة. شوفوا انا كيلت بالكاس، وانتي حبيبتي اذا كان الافراد تاع العائله تاعك بزاف الله يبارك ضاعفي الكميه. عندي 4 كيسان تاع الفارينه، وعندي مغرف كبيره تاع السكر ومغرف كبيره تاع الخميره تاع الخبز، وعندي 3 ملاعق كبار تاع الزيت كيما راكم تلاحظوا. ونبدا نخلط شويه المقادير هذو وندخل الزيت، يعني هي كميه قليله بس حنحاول هكا نوزعها على الفارينه هذيك اللي كانت عندي. ونبدا نضيف الماء دافي. انا استخدمت الكاس كيما قلت لكم، الكيله اللي كيلتي بها كملي بها. شوفي هذا الكاس الاول راني ندير فيه بشويه، على بالي الكاس الاول مش راح يكفيني بس حندير بشويه باش ما تغلبنيش العجينه. شوفي ندخل الماء هذاك بالعقل في العجينه نتاعي، وفي نفس الوقت راني نعجن فيها. المطلوع يحب العجين كيما نعرفوا، بصح الفارينه ما تحتاجش العجن بزاف. يعني دخلي الماء هذاك في العجينه نتاعك وخلاص، بهذه الطريقه اللي راكي تشوفي فيها حبيبتي. ها شوفي انا عندي بزاف وصفات تاع المطلوع هذا بالفارينه. اذا كان تحبوا نزيد لكم خبز الدار بلا دلك ولا عجن قولوا لي حبيباتي، وان شاء الله نديروه مع بعضنا قبل رمضان باش نستفادوا منه. ونقولك حبيبتي تيا اللي راكي تشوفي في قناتي لاول مره ديري اشتراك باش يوصلك كل جديد، بلا ما ننسى حباباتي اللي موالفين يعلقوا ومتتبعات وفيات نقولكم والله حبيباتي راكم في البال دايما. ربي يحفظكم وربي يعطيكم ما تتمناو. وثاني نقولوا اللي ما عندهاش الذرية نقولها ان شاء الله حبيبتي ربي يرزقك بالذرية الصالحة، واللي عنده كاش حاجة يتمناها نقول له ربي يرزقك من حيث لا تحتسب. انت وكل من قال امين. شوفوا نرجعوا للعجينة تاعي بعد ما عجنتها مليح، نديرها تخمر للمرة الأولى، وبعد ما تضاعف الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا نجيب العجينة تاعي بكل سهولة وندردر شوية الفارينة على الصرافت تاعي. كاين اللي يدير السميد، أنا جربته خطرة بالسميد ما بغاوش ولادي ياكلوه، قلت نديرو بالفارينة هكا. وانتي إذا كان يحبوا ولادك ديري السميد عادي. ونجيب العجينة تاعي الأولى نقسم هكا العجينة تاعي على زوج، يعني أنا هنا درت 2 مطلوعات نقسم العجينة تاعي على زوج ونديرهم هكا. شوفي الطريقة راهي موضحة، نحاول نلمها هكا بيدي بصح باللي يدك مليح حبيبتي بالماء ولا بالزيت باش ما تلصقش. كيما على بالنا العجينة راهي طرية بزاف بزاف. شوفي يدي راهي مبلولة وهكاك ولصقت العجينة شوية فيها. نحط القرصة تاعي هكا فوق الفارينة هذيك باش ما تلصقليش على الصرفيطة تاعي، ونزيد ندردر هكا الفارينة من الفوق ونخبزها. شوفي ما تحليهاش رقيقة بزاف بزاف، وفي نفس الوقت ما تخليهاش خشينة. اذا كان درتيها خشينة مع تزيد الطيب راح تتنفخ وما نعرف كيف راح ترجع لك. يعني انتي حاولي ترققيها شوية هكا. شوفي اها
انا نحب المطلوع تاعي ما يجينيش خشين بزاف بزاف، وفي نفس الوقت ما يجيش رقيق بزاف بزاف، يعني درتو متوسط. شوفي، ونزيدوا القرصة تاعنا الثانية بنفس الطريقة. وهنا بعد ما خمر للمرة الثانية حوالي ربع ساعة، شتو تنفخ شوية هكا، نجيب نلوحو هكا في البلاطو تاعي. شوفي، انا ما عنديش اللوحة هذيك، منه هكا ان شاء الله نشريها اذا كتب ربي. استخدمت هذه تاع الخضرة برك اللي نقطعو فوقها، ووفات وكفات، كثر خيرها يعني. وبعد ما طيبت الخبز نتاعي، ها هي النتيجة كيفاه خرجت. الخبز خفيف خفيف، حباباتي جربوه، وماذا بكم تجربوه قبل رمضان، واذا عجبكم ديروه في رمضان ما كان حتى مشكل. وبصحتك حبيبتي انتي اللي جربتيه، وان شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي استناو الفيديوهات تاعي، واستناو الجديد ان شاء الله باذن الله. ودركا نقول لكم سلام.